الوداد الرياضي في مباراة مهمة خارج الميدان ضد فريق عزام التنزاني هناك بزنجبار. أهلا بكم متابعينا الأوفياء مشاهدي قناة لوان سبور أينما كنتم أينما تواجدتم. نرحب بكم في هذا الفيديو الجديد وفي هذه الحلقة الجديدة والتي سنحاول من خلالها الحديث عن المباراة القادمة لفريق الوداد الرياضي. الوداد الرياضي حقق فوز في المباراة الأولى بدور مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي على حساب فريق اف سي نيروبي الكيني هنا بمدينة الدار البيضاء وبالضبط بملعب العربي الزولي. فريق الوداد حقق نتيجة مهمة في مباراة كانت في المتناول وكانت سهلة للفريق البيضاوي. الفريق الأحمر سيغادر أو غادر إلى دولة تنزانيا وبالضبط إلى زنجبار لمواجهة الفريق المحلي عزام التنزاني. عزم التنزاني اللي انهزم في المباراة الأولى خارج الميدان ضد فريق اف سي أو مينياما الكونغولي خارج الميدان بهدفين مقابل لا شيء. في النتيجة نقدر نقول أنها كانت مفاجئة أنه عزم التنزاني نقدر نقول أنه فريق قوي يعني من الكبار ديال تنزانيا بالإضافة إلى يانغ أفريكانز التنزاني، وبالتالي فنقدر نقول أنه كانت نتيجة مفاجئة مما سيدفع الفريق المحلي فريق عزام أنه يبحث يوم غد الجمعة بداية من الساعة 5 بالتوقيت المغربي غيبحث على تحقيق نتيجة إيجابية. نتيجة إيجابية ضد الوداد نتيجة ستكون مهمة ونقدر نقول أنها ستحيي آمال هذا الفريق في التأهل في حالة انهزام فريق عزام التنزاني وفاز من ياما الكونغولي. فنقدر نقول أن المهمة ستكون صعبة، مهمة التأهل للفريق التنزاني ستكون صعبة، ليست مستحيلة لكن ستكون صعبة بشكل كبير. هذاك الشيء علاش أنه فريق عزم تنزانيا يوم غد سيكون يعني سيلعب بالند للند على فريق الوداد الرياضي. الوداد اللي يعني الفريق فهو مستعد بشكل كبير لهذه المباراة، كل يعني المكونات الفريق مستعدة. وذكر بتصريح لمحمد امين بن هاشم العطار الوطني مدرب فريق الوداد الرياضي اللي اكد وقال بالحرف انه فريق الوداد الرياضي ينافس على كاس الاتحاد الافريقي، حيث قال انه لا يمكن يعني تقبل انه فريق الوداد يشارك في بطولة ما في كاس ما في دوري ما يعني ولا ينافس على لقب. فريق كبير، فريق بطولات، لابد أن ينافس على لقب الاتحاد الأفريقي لهذا الموسم. فريق الوداد الرياضي غاب الموسم الماضي عن المنافسات الأفريقية لكن عاد هذا الموسم ولو من بوابة كأس الاتحاد الأفريقي، لأنه اعتدنا فريق الوداد الرياضي ينافس بعصبة أبطال إفريقيا لسنوات وسنوات. دائما ما نجده في مباراة النصف، في مباراة النهائي، تارة يحقق اللقب وتارة يخسر اللقب. فريق الوداد الرياضي أجرى حصة تدريبية اليوم بملعب الرسمي للمباراة مركب أمان الجديد بزنجبار. فريق الوداد مستعد كما ذكرت لتحقيق 3 نقاط من الممكن أن تسهل مأمورية الفريق في التأهل إلى الدور الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية. وبالتالي لم يتبقى لمشاهدينا الكرام إلا أن أشكركم على حسن المتابعة وأقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.